السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. انا ام رؤية، صاحبة قناة يلا نطبخ. القناة بتاعت يلا نطبخ اتوقف عليها الربح من شهر 7، فدلوقتي لسه لحد الان موقوف عليها الربح، ولسه كمان شهرين كمان على ما اقدر اقدم تاني لليوتيوب عشان يرجع لي الربح. فمدام هناء ودكتوره رباب قالوا لي اعملي قناه واحنا هنقف معاكي. صراحه واقفين وقفه اخوات بجد مع اختهم، يعني مش عارفه اقول ايه على مدام هناء ولا اقول ايه على الدكتوره رباب. مهما اقول ومهما احكي مش هوفيهم حقهم صراحه. ربنا يجازيهم كل خير، ومحدش يقول لي يعني انا يعني لا الدكتوره رباب واخده مني منفعه ولا مدام هناء واخده مني منفعه. حق ربنا يتقال. انا بقالي كتير قوي ما بخشش لايف عند دكتوره رباب، وبقالي كتير قوي برضك ما بنزلش فيديوهات لمدام هناء غير كل حنين ومنين. يعني هم مش مستفيدين مني، حتى ما بنزل فيديو على مدام هناء يا دوبك بختصره. واخدين بالكم؟ يعني هم يعني لو ام رؤية ما عملتش قناه يعني هم عادي، ايه يعني ما تعملش قناه ولا تستفيد، لكن هم صراحه حسسون ان هم اخواتي. ربنا يجازيهم كل خير يا رب، ربنا يجازيهم كل خير ويحفظهم ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. عايزه اشكر كمان اختي ام ريبال على المنتدى الجميل اللي هي عملته، وربنا يبارك فيكي ويسعدك يا رب يا ام ريبال. بشكر كمان كل حبايب مدام هناء والدكتوره رباب اللي بيجي يحضروا اللايف عند الدكتوره رباب واشتركوا في القناه. الف شكر لكم كلكم اخواتي. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.